هل حقا ماليكوس انقطعت يده؟ في هذا الفيديو راح نجاوب على هذا السؤال، فلايك واشتراك وخلونا نبدأ. البارحة نزل ماليكوس فيديو بعنوان انقطعت ايدي، وقال انه عامل حادث سيارة وانقطعت ايده. نروح نشوف شو قال. يعني يدي انقطعت امامكم، لا فوتوشوب لا شيء، هاو امامكم يعني. تروح ننزل لكم خابر يعني كل شيء اخر معامل القناه يعني برا. وايضا اعتذر من 17 سنه يعني ما عنديش واعترف يعني انه لم يسب الجزائر. يا صديقي دراجونون، حادث يعني اني تنمرت على اسمك وصرت نقول لك دراجونون. حبيت نقول لك سامحني انت. انه راح يعتزل وما راح ينزل اي فيديو مرة اخرى. لكم هذا المقطع اخر مقطع للقناه رسميا. ما تعملوش لا لايك لا شيء، بلا اقول لكم لا تابعوني على الانستغرام لا شيء هذه المره. اللي يحب يلغي الاشتراك يلغي، خاطر ما عادش باش تشوفوني، لان على اليوتيوب كان الهدف نتاعنا انه نوصل مليون يعني، ونرفع درع المليون بزوز يدين، ولكن الان صرت ارفعه بيد واحده يا الاساطير للاسف الشديد. بس اللقطة اللي صراحة عجبتني انه ماليكوس اعترف باخطائه واعتذر من دراغونوف، وقال ان الحكاية سب دراغونوف الجزائر هي كذبة من عند ماليكوس. صديقي دراغونوف، لاني تنمرت على اسمك وصرت نقول لك دراغونون. حبيت نقول لك سامحني انت دراغونوف يا صديقي، وانت يعني يوتيوبر محترم، وننصحكم كلكم تتابعوه يا الاساطير. ونقول لكم ايضا انه دراغونوف ما سبش الجزائر، انا كذبت يعني وعملت النميمه، لذلك يعني الله يعني طاح فيا. المهم إذا هاي المرة يكذب علينا كلكم انزعوا منه الاشتراك. بس قبل ما نختم الفيديو حبيت اقول لكم انه هالعام راح يكون كتير صعب، لانه عندي امتحان رسمي، ممكن اصير ما انزل كل يوم. كان معكم كوك، ودمتم في رعاية الله وحفظه. with